هكذا تشريعات. هذا نجاح احنا نعتبره، توحيد الهدف والخطاب، واليوم نشوف الخطاب توحد، الهدف توحد، الكل بدأ يحدث منذ 20 سنة. نتوقع أن جهود القوى الوطنية ئەمڕۆ لە سلێمانی لە کۆبنەوەیەکمان کرد بوو لە پێش سەعاتێک وەکو تەحالوفی 188 لەسەر ئاستی دەوڵەتی عێراق. ئێمە لە سلێمانی کە لیژنەیەکی تەنسیقیمان هەیە بۆ تەحالوفی 188 ئەمڕۆ لە سلێمانی ئێمە کۆبووینەوە. بانکردنی ئێوە بۆ خستنە ڕووی ئەو بەرەو پێشەوەچوونی ڕەتکردنەوەی یاسای باری کەسێتیە، ئەو پێشنیارە هەموارکراوەی کە ئێستا لە ناو ئەنجومەنی نوێنەرانە کە ئەمڕۆوا بڕیار بوو خوێندنەوەی بۆ بکرێت بە خۆشحاڵیەوە بە دەستخۆشیەکی زۆرەوە بۆ هەموو ئەو ڕێکخراوانەی کۆمەڵگەی مەدەنی، بۆ ئەو چالاکوانانە، بۆ ئەو حیزبە سیاسیانە، بۆ ئەو کەسایەتیانە، بۆ ئەو ڕاگەیاندنانەی کە توانیان ئێمە ئەمڕۆ ئەم سەرکەوتنە بەدەستبێنین کە لە ناو جەدوەلی ئەعمالە مادەم ئەو بڕگەی تیابوو کە خوێندنەوەی دووەمی بۆ بکرێت نەتوانرا تەنانەت دانیشتنی پەرلەمان بکرێت. ئەمە ئەو هێزە مەدەنیە بەهێزەیە لەسەر ئاستی عێراق توانیوێتی تەئسیرێکی گەورەی هەبێ. ئێمە هەمومان جارێکی تر بە یەک دەنگەڵێین نامانەوێ جارێکی تر بگەڕێینەوە بۆ دواوە، چونکە یاسا و سەروەری یاسا و دەسەڵاتی دادوەری ئەبێ لە ناو دەوڵەتی عێراقا بەهێز بێ، چونکە ئەگەر ئەو دەسەڵاتە بەهێز بێ مافەکانی تاکەکان وەکو خۆی ئەگاتە مافەکانیان دەستەکەوێت لە ناو ئەو جێگایە کە ناوی دەسەڵاتی دادوەری و دادگاکانە کە بەداخەوە هەرچەنە ئێمە ڕەنگە بۆ خۆمان ئەم گلەیە بکەین وەکو پێویست دەسەڵاتی دادوەری هیچ تەسریحێکی ڕسمی نەبووە لەسەر ئەم هەمواری یاسایە کە گەڕانەوە بۆ مەزهبە دینیەکان و دەسەڵاتی گەورە بە پیاوانی ئاینی و پاشکۆخستنی دەسەڵاتی دادوەری کە ئەمە زۆر قورسە چەندەها ساڵە ئێمە لە ناو دەوڵەتی عێراقا هەوڵمان ناوە کە دەسەڵاتی دادوەری دەسەڵاتێکی گەورە بێ. هەر دانیشتنی ئێمە ئەمڕۆ بۆ ئەوە بووە کە جارێکی تر بە قووەتەوە بڵین دەستخۆشی بۆ هەموو لایەنەکان و ئەبێ زیاتر و زیاتر هەوڵ بین لە هەموو سەرتاسەری عێراقا هەتاکو ژنان و مناڵانی عێراق سەلامەت بێ، مافەکانی مرۆڤ لە ناو عێراقا وەکو خۆی ڕێز لێگیراو بێت. هەر ئێستا بەیانێکمان هەیە بە زمانی عەرەبی کە ئەوەی کە کوردیە هەمان ئەو بەیانەی کە بەڕێزیان بە عەرەبی ئەیخوێننەوە ئەم داواکاریی من بوو کە دەستخۆشی لە هەموو لایەنەکان بکەین بۆ ئەوەی کە توانیومانە و ئەمڕۆ ئەو پێشنیارە هەموارکراوە نەتوانرێت نەبخوێنرێتەوە نەجەلسەی پەرلەمانی بێ بکرێت. مع عدم الالتفاف إلى حاجات الناس الرئيسية مثل الرقابة على الحكومة ومحاسبة الفاسدين وانتخاب رئيس جديد للبرلمان وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين وتوفير العيش الكريم لهم. ورغم أن أداء مجلس النواب في الدورة النيابية الحالية كان الأضعف بين الدورات السابقة، وهنالك قضايا مهمة ينبغي الالتفاف لها تتمسك كتل سياسية من قوى الإطار التنسيقي بمحاولة تعديل القانون عبر فرض الإرادة والهيمنة، وتسعى هذه الكتل إلى تعديل القانون الذي أثار الكثير من الجدل وهو قيد النقاش. فكيف سيكون الحال لو جرى تمريره بإرادة أقلية سياسية؟ شهد مجلس النواب العراقي اليوم خلافا شديدا حول إدراج القراءة الثانية في جدول أعماله، وتريد القوى المؤيدة للتعديل إبقاء ذلك في الجلسة رغم اعتراض الكثير من النواب الرافضين للقانون. لذلك نحن ندعم هذه التحركات النيابية من الكتل السياسية الرافضة والنواب المعترضين، ونشدد على أهمية مواصلة مساعيهم لرفض التعديل من جدول الأعمال ومن ثم سحبه نهائيا. لقد سلم ممثلو تحالفنا يوم أمس الاثنين مذكرة إلى مجلس النواب العراقي عبر اللجنة القانونية النيابية، أكدوا فيها رفضهم القاطع للمضي بإجراءات التعديل، موضحين الكثير من العيوب القانونية والدستورية في حال الاستمرار في عرضه. وشددت المذكرة على أن هذا التعديل سيعقد المشهدين السياسي والمجتمعي، رغم أن الكثير من القيادات السياسية تتحدث عن وجود حالة من الاستقرار السياسي.
كما عمل تحالف 188 منذ بداية شهر آب المنصرم على تنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية السلمية في بغداد والمحافظات، والتقى ممثلون عنه برئاسة الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى وقوى سياسية مختلفة، وكذلك أعضاء مجلس النواب العراقي وكتل سياسية نيابية ولجان برلمانية مختلفة، بهدف طرح رؤيته الرافضة لتشريع القانون. وفيما استمرت حملة التشويه والتهديد والتخويف بحق ناشطيه وأعضائه بطرق معلنة دون اتخاذ أي رادع من قبل الجهات المعنية. ولهذا نجدد إعلان موقفنا الرافض لتعديل القانون، ونحمل كافة الكتل البرلمانية المسؤولية التاريخية في أي محاولات لتمرير هذا التعديل الذي سيؤسس للانقسام المجتمعي طائفياً ومذهبياً، ونؤكد أهمية سحبه من البرلمان. في ذلك الوقت نؤكد أن هذه القوى السياسية ومن يدعمها تتحمل أي تداعيات مستقبلية ضارة بالمجتمع العراقي حال استمرارها في قرارهم بصورة انفرادية لتشريع تعديل القانون، وسنتخذ كافة الوسائل السلمية الدستورية والقانونية لمنعهم من ذلك. تحالف 188. شكرا جزيلا.